ورحمة الله وبركاته. أسطورة مغربية يعود تاريخها إلى مئات السنين، أصبحت أكثر القصص الشعبية بالمغرب وأشهرها على الإطلاق. تتعدد الروايات حول هذه المرأة، ولكن الخلاصة واحدة: عائشة قنديشة هي امرأة عاشت بالمغرب منذ زمن بعيد، لطالما عرفت حسب جميع الأساطير بأنها جميلة المظهر. أطلق عليها الكثير من الأسماء التي ذكرت في أغاني تراثية مغربية، لطالما تم تصويرها على أنها شابة في مقتبل العمر، فائقة الجمال، ذات ملابس بيضاء فضفاضة، تغوي الرجال وتستدرجهم، ومن ثم تقتلهم وتأكل لحمهم، بالإضافة أن لها حافر مثل المعز أو الجمل. أما في أسطورة أخرى فتم تصويرها في شكل ساحرة عجوز شمطاء، وذلك في تقمصها هيئة فتاة جميلة تختبئ خلف ملابس متدلية. لا ينحصر تداول هذه الأسطورة في أوساط العامة فقط، فقد كتب عالم الاجتماع المغربي بول باسكون، وهو يهودي من أصل مغربي، عنها في كتابه أساطير ومعتقدات من المغرب، حيث يحكي كيف أن أستاذا أوروبيا للفلسفة في إحدى الجامعات المغربية كان يحضر بحثا حول عائشة قنديشة، فوجد نفسه مضطرا إلى حرق كل ما كتب حولها وإيقاف بحثه، ثم غادر المغرب بعدما تعرض لحوادث عدة غامضة ومتلاحقة ربطها بلعنة عائشة قنديشة. حسب العديد من الروايات الشعبية، فعائشة قنديشة شخصية حقيقية تنحدر أصولها من الأندلس، فهي من عائلة موريسكية نبيلة. طردت عائلتها من الأندلس واستقروا بالمغرب. عاشت هذه الشخصية خلال القرن الخامس عشر، ويعود سبب تسميتها بقنديشة إلى أنها كانت تسمى بالكونتيسة عائشة، أي الأميرة عائشة. اشتهرت الكونتيسة بتعاونها مع الجيش المغربي ضد البرتغاليين، وذلك للانتقام لعائلتها التي شردت بعدما كانت من أغنى العائلات بالأندلس، فأظهرت مهارة وشجاعة في قتل الجنود البرتغاليين، حتى وصفت بأنها ليست من البشر. صنعت لنفسها مجدا واسما دائع الصيت لدى المقاومين والمجاهدين وعامة المغاربة عندما حاربت الاحتلال، واتخذت في ذلك مذهبا غريبا، حيث كانت تقوم بإغراء جنود الحاميات الصليبية وتجرهم إلى حتفهم إلى الوديان والمستنقعات، إذ يتم قتلهم بطريقة أرعبت المحتلين البرتغاليين. أما عن سبب تشبيه أقدامها بحواف الجمل، فلقد كانت دائما ترتدي خلال هجماتها حذاء يترك آثار أقدام الحيوانات للتمويه العدو وعدم القدرة للوصول إليها. ما يثير الاستغراب في قصة عائشة قنديشة هي الخرافات المتشابهة لها في تراث شعوب أخرى، سواء أكانت عربية أو غربية، حيث نجد أسطورة الدويس في بلدان الخليج العربي، أو النداهة في مصر، بالإضافة إلى أحد أهم الأساطير في اليابان ذات الفم الممزق، والتي استوحيت منها الكثير من الأفلام الرعب في الغرب. لعل القاسم المشترك فيما بين هذه القصص هو عنصر الإغواء الأنثوي، بالإضافة إلى الرعب في القتل، خاصة في الأماكن النائية.